بشق الأنفس الزمالك يفوز على البنك الأهلي 1-0 في آخر ثانية في الشوط الثاني أو في الوقت بدل الضايع. هو أنا هيجرى إيه لما أعدل الملعب من أول الماتش؟ أنا هيجرى إيه؟ هيجرى إيه لما أحط أحمد السيد زيزو يمين وأحط أي واحد شمال؟ أي واحد شمال؟ وأنا لازم أنعكس؟ ما هو ما بيبقاش فيه اداء، ما بيبقاش فيه مستوى، ما بيبقاش فيه اي حاجه خالص. وبعدين ايه اصرارك ان انت تلعب رؤى في نص الملعب؟ الا اذا كنت عايز تدافع. رؤى كل كره بياخدها بيرجعها لورا، والكره اللي فكر يشوطها اتزحلق فيها. البنك الاهلي النهارده كان احسن مني، ولعب كوره. ولولا لما دافع في الشوط الثاني انا ما كنتش هكسب. وانا ليه افضل في حلقه الدم دي كل ماتش؟ ليه ان انا ابقى قاعد على اعصابي كل ماتش؟ ماتش بيراميدز خسران 1-0 بالعافيه. النهارده عواد نجم الماتش، يعني انا فيها ايه؟ طب ما انا قاعد وانا ايه اصراري ان انا العب 3-5-2؟ وانا عمري ما لعبت. انا الزمالك عمره ما لعب 3-5-2. وانت واخد الدوري السنه اللي فاتت ب 4-3-3 او 3-4-3. يعني انت واخد دوري بالطريقه دي. وفين اللعيب انا عايز اعرف فين اللعيب. ابراهيم نضيف بقاله سنه مصاب، هو مش ناوي يخف. مصطفى شلبي لعب ماتشين اتنين ولما بدأ يديني اتصاب. وبعدين ما هو العندي ده مش هيجيب لنا دوري. يعني ايه اللي يعني ايه العندي ده قدام فريق بيلعب كوره وبيطلع لقدام، ما بيقفلش وبيلعب تحولات. هو مش هيديني مكسب. انا بيراميدز جبت جول في الدقيقه 4 ولا الدقيقه 3 وشكرا.